رواية نور حياتي، تأليف جيهان محمود أحمد. الفصل الأول: النور والظلمة. وأنا في الظلام من غير شعاع يهتكه، أقف مكاني بخوف ولا أتركه، ولما يجي النور واشوف الدروب أحتار زيادة أيهم أسلكه. عجبي، صلاح جاهين. الفصل الأول. المشهد الأول: اذهبي إلى الجحيم أيتها الشيطانة. بعينين يتطاير شرر الكراهية منهما أطلق يوسف كلماته، وأتبعها بطلقة استقرت في قلب المرأة التي يحجب الظلام الدامس ملامحها تماما، فسقطت جثة هامدة. ظهرت امرأة أخرى من بعيد تقترب منه، وكلما اقتربت خطوة اقترب متحفزا مطبقا يده على مسدسه، حتى أصبحت على مسافة قريبة منه دون أن تتضح ملامحها، فأطلق رصاصته لتستقر في قلبها فسقطت بلا حراك. باغته ضوء قوي من بعيد، فأشار بيديه مبعدا الضوء الذي زحف نحوه، فركض يوسف هربا منه، فتتبعه الضوء فظل يركض، وفجأة اصطدمت جبهته بحائط فسقط مغشيا عليه. انتفض يوسف تتسارع دقات قلبه لاهثا يتأمل الحجرة فزعا، ثم بدأت السكينة تتسلل إلى نفسه رويدا رويدا مع تسلل شعاع الشمس بخفة غازيا ظلام الحجرة، ولكنه يعجز عن غزو القلوب المظلمة لتشرق وتنبض فيها الحياة. القلوب المظلمة لا يغزوها سوى قلوب مضيئة خلقت على شاكلتها وتناقضت في نبضها لتمنحها الحياة، لكن حرارة الشمس لم تنفذ إلى قلب يوسف المتجمد، فتقلب في فراشه محاولا إبعاد النور عن عينيه، لا يدري هل يريد إبعاده عن عينيه أم عن قلبه، هذا القلب الذي ارتبط بالحياة بدقات كبندول الساعة تعلن عن وجودها لا عن حياتها. تثاءب يوسف وظل يحملق في الحجرة المظلمة إلا من نور الشعاع المتطفل، فظل يرقبه ساخطا شاردا في ذلك الحلم الذي يراوده من حين إلى آخر، واستقر في عقله أنه سيصير قاتلا يوما ما، فأصابه ذلك بالفزع. لم يطل شروده كثيرا، قرر أن ينهض من سريره وجذب الستائر وفتح النافذة متأملا الحديقة التي يطل عليها منزله بحي المعادي، ثم رفع رأسه نحو السماء، فبدأ ضوء الشمس قويا لا يحتمله، فحجبه بكفه، ثم أغلق النافذة وجذب الستائر وتناول المنشفة، ثم اتجه نحو الحمام. وقف تحت الصنبور تندفع منه المياه بقوة تتناثر على وجهه وجسده، بينما كان يوسف شاردا تماما. لقد حباه الله مقومات الجاذبية من الصبا إلى القوام الممشوق والوجه الوسيم الذي نحته الخالق كما ينحت المثال المحترف تحفة رائعة، فجاءت عيناه الواسعتان العميقتان تجتذبانك، ثم كما تجتذب الفراشة نحو النور، وسرعان ما تكتشف جمودها بعد أسرك فتحترق كما تحترق الفراشة بالنار. وأنفه يعبر عن كبرياء واعتزاز بالذات، وشفتان مطبقتان معظم الوقت تؤثران الصمت على الكلام، فلا تخرج مفرداته إلا للضرورة. أغلق يوسف الصنبور وجفف وجهه ولف المنشفة حول خصره، ثم خرج متجها إلى حجرته، فأضاء نور الحجرة التي بدت عامرة بقطع الأثاث الفاخرة، ولكنها تخلو من حياة، فلا تعرف الظهور إليها سبيلا، ولا اللوحات الفنية مكانا، ولا صورا لأشخاص سوى صورته. ارتدى السروال ثم القميص، وعلق رابطة العنق حول ياقة القميص دون أن يعقدها، ثم وضع عطرا إنجليزيا فواحا، وصفف شعره الحريري الأسود، وحمل سترته وغادر الحجرة. اتجه إلى صالة الاستقبال التي تحوي ركنين: الأول طاقم صالون ذهبي فاخر به جهاز اسطوانات جرامافون، وبجواره مكتبة تحوي اسطوانات لكبار المطربين، والثاني يحوي سفرة فاخرة
حفلت بألوان الطعام الفاخر من زبد وجبن فرنسي وبيض مسلوق وشرائح خبز وفنجان القهوة باللبن مشروب يوسف المفضل. جلس عجوز إلى السفرة تجاوز 65 من عمره، تملك الشعر الأبيض من رأسه، ولكن لم تتملك علامات الزمن من وجهه الذي بدا متماسكا بجسد رياضي يناقض عمره، مرتديا نظارة تعينه على القراءة، مشغولا بمطالعة الصحيفة عما يحدث حوله، فلم يلتفت إلى حضور ذلك الشاب الذي أشرف على تربيته، رغم أنه لا صلة دم تربطه به، ولكنه ينتمي إليه أكثر مما لو جاء يحمل جيناته. حرم مختار الراوي زوج عمة يوسف من الإنجاب، فمنحه الله ذاك الطفل الذي فقد والديه في طفولته. لقد جمعهما الحرمان ثم الحب الذي نمى مع الزمان، فصار ذلك الشاب قرة عينه وقلبه النابض بعد رحيل زوجته حبيبة العمر. ظل يوسف برهة يتأمل مختار الذي بدا مشغولا تماما بمطالعة صحيفة أجنبية عنه، فقرر يوسف أن يلفت انتباهه، فتساءل وهو يضع الزبد على شريحة الخبز: عمي، ما الذي يشغلك؟ انتبه العجوز ورمقه بنظرة من فوق نظارته، ثم خلعها ووضعها على السفرة بضيق شديد تجاورها الصحيفة، فابتسم يوسف وقال: صباح الخير يا عمي. صباح النور يا يوسف. أخرج العجوز غليونه من جيب قميصه ووضعه في فمه، ثم أشعله ونفث دخانه في الهواء مخرجا شحنة غضب قوية، فتساءل يوسف: هل تحمل الصحيفة أنباء سيئة؟ نعم، أنباء سوداء. لماذا؟ لقد رفض الأمريكان تمويل السد العالي. يرشف العجوز من فنجان القهوة السادة الأثير لديه بينما يبدو يوسف غير مبال. أمر متوقع يا عمي، لم أتوقعه. دائما لدي فيض من أمل يغذي روحي ويحميها من اليأس. إذا كان الأمل في الله فليكن فيضانا كفيضان النيل السعيد الذي نحلم أن نكبح جماحه بهذا السد المرتقب، وإذا كان في هؤلاء فليجف كجفاف النيل الذي نأمل مواجهته بهذا السد أيضا. الأمل دائما في الله يا ولدي، ولكن إرادته تتحقق بالأسباب، والبشر جزء من هذه الأسباب. البشر، ألا تتذكر ما فعلوه باليابان في الحرب العالمية الثانية؟ ولكن الرئيس خارج البلاد، كيف أعلنوا رفضهم؟ يرشف يوسف من فنجان القهوة باللبن بينما ينفس مختار دخان غليونه في غضب. هذه هي المهانة الحقيقية. استدعى وزير الخارجية الأمريكي فوستر دالاس سفيرنا لديهم السيد أحمد حسين وأخبره بالرفض، وعندما خرج من مكتبه وجد وكالات الأنباء تذيع الخبر. إنها مهانة بالغة، ولكن ما أسباب الرفض؟ يشير مختار بكفه إلى الجريدة ثم يعقب: مصر دولة فقيرة، وبناء السد سيجبر المصريين على تقشف أكثر من 15 عاما، كما أن مياه النيل ليست ملكا لمصر وحدها، هناك دول أخرى على مجرى النهر. كذب فاضح ومهانة فائقة أراها تؤصل لسياسة جديدة ستتبعها أمريكا معنا. نعم، وغالبا يكمن السبب الحقيقي في السلاح الذي حصل عليه جمال عبد الناصر من المعسكر الشرقي، ربما يرونه عميلا للاتحاد السوفيتي، فقرروا القضاء عليه حتى يخسروا أول حليف لهم في العالم العربي، ولا سيما أكبر دولة عربية. عميل للاتحاد السوفيتي؟ ما زال الشيوعيون في السجون، وهذا يدل على رفضه استرضاء الاتحاد السوفيتي، كما أن مصر لا تنتهك سياسة شيوعية. هذا رأيك أنت، أما هم فلهم رأي آخر هو ما يحرك الأحداث الآن. السبب الحقيقي يا عمي في تقديري هو الضغط عليه من أجل الاعتراف بإسرائيل وقبول قرار التقسيم، وإن قبلت مصر سيتبعها العرب، وبذلك يضمنون أمن إسرائيل. هو لن يقبل بهذا مطلقا يا يوسف، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيخضع ويتجاهل هذا المشروع العملاق أم سيواجههم؟ أنت من طرح السؤال يا عمي، وأنت أيضا من سيجيب عنه، وما دورك في النقاش؟ متفرج أنت إذن. يبتسم يوسف ثم يرشف من القهوة باللبن: إن تحليل شخصيات الناس جزء من عملك كطبيب نفسي. لقد فعلت ذلك على الفور منذ لاح نجمهم في الأفق. اعرض مهارتك إذن.
إن المقدمات تأتي بالنتائج. لقد صمد في حصار الفالوجة في حرب فلسطين وسط ظروف عصيبة، وهذا يقودنا إلى شخصية ترفض الاستسلام ولا تعرف إلا الصمود في الأزمات. أضيف أمرا آخر حتى لا ألعب دور المتفرج. توقيع اتفاقية الجلاء يشير إلى إصراره على الاستقلال. لذا فالسؤال الآن: ماذا يدور برأس الأسد ردا على الإهانة المزدوجة؟ لا أعلم، ولكن في ضوء كل ما تقدم أستطيع أن أجزم أنه سيكون ردا عنيفا. نعم، وسيؤصل لصورة جديدة لمصر أمام القوى العظمى بل العالم كله. ولكن كيف السبيل يا يوسف إلى تمويل السد؟ تكلفة بنائه باهظة. يبتسم يوسف مهونا الأمر على الطبيب العجوز. لا تتعجل الأمور يا عمي، علينا أن نتسلح بالصبر في مواجهة الفضول القاتل، ولننتظر ما ستسفر عنه الأيام. أوافقك الرأي، فلنضع حديث السياسة جانبا ونتحدث عن الحياة. الحياة؟ حياة من؟ حياتك أنت يا ولدي. يرمقه يوسف بنظرة من فهم ولكنه يتجاهله فورا، ويرشف فنجان القهوة باللبن معقبا: أنا على خير ما يرام، أتقدم في عملي يوما بعد يوم. أنت تعي ما أقصد، أنا لا أفهم ما ترمي إليه. سامحك الله، أنت تصر على إيلامي وحرماني من راحة البال. عمي أرجوك، لقد أغلقنا هذا الأمر. لن أغلقه أبدا. لا أحتمل أن أتركك وحيدا في هذه الحياة. لست وحيدا، لدي عملي الذي أعشقه، وهواياتي، وحياتي التي ترضيني وتكفيني. لا قيمة لكل هذا بدون زوجة حنون تشاركك. يقاطعه يوسف بحدة: إن قلبي طاهر بريء، لا أريد أن تدنسه امرأة أو تصيبه خيانتها فيذبل سريعا، بل سيذبل لأنه لم يعرف الحب ولم تدخله امرأة. ما أعجب هذه الحياة، طبيب القلوب لا يؤمن بالحب الذي يشفي القلوب. الحب خديعة تجيدها المرأة للاحتيال على الرجل، والحب لا يشفي بل يقتل. لم يخلق الله البشر متماثلين، هذا ما أريدك أن تعرفه. لك قناعاتك التي أحترمها، ولي قناعاتي التي أرجو أن تحترمها. يتنهد العجوز ويشعل غليونه في غضب شديد، بينما يرشف يوسف القهوة كاتبا غضبه. يرمقه العجوز بنظرة تنبئ عن رجائه في التحدث معه في أمر ملح، ولكنه يتراجع. يدق جرس الهاتف فينهض يوسف. إنها المستشفى بالتأكيد، لقد استدرجنا الحديث ونسيت العمل. يتجه نحو الهاتف في ركن الصالون ويويب: ألو؟ نعم أنا. جهزوا غرفة العمليات، أنا قادم فورا. يضع السماعة ويسرع نحو السفرة فيرتدي سترته ويعقد رابطة عنقه. يبدو أن المريض حالته خطيرة. نعم، علي الذهاب فورا. يلتقط يوسف سلسلة المفاتيح متعجلا: أراك مساء يا عمي بمشيئة الله. ينصرف يوسف مسرعا ويغلق الباب خلفه، بينما يتنهد الطبيب العجوز. المساء يعني العيادة والمرضى، ثم جلسة الشطرنج، ثم النوم استعدادا إلى يوم آخر جدوله كسابقه ولاحقه رتيب. يحيل الحياة إلى عبء ثقيل. يأتيه صوت من داخله مؤنبا ومعاتبا: لا تكن جاحدا بنعمة الله، فلديك عملك ومرضاك الذين لا تنتهي حكاياتهم، وإن كانت مؤلمة فهي تحمل جديدا يحتاج إلى تفكيرك. وحينما تتمكن من تخفيف آلامهم تحقق سعادة تنسيك آلامك. وهذا الشاب الرائع الذي من الله به عليك، عن أي ملل تتحدث إذن؟ ربما أخطأت التعبير وجانبني الصواب. يأتيه الصوت من داخله: ربما قصدت شعورك بالوحدة حينما تأوي إلى فراشك. تذكر أنك من فرضها احتراما لذكرى حبيبة العمر، فلماذا الضجر والشكوى؟ إن الشكوى تراودني أحيانا لأنني بشر يمل ويفتر، وأبثها إلى الله الذي يعلم طبيعة نفوسنا ويرحمنا ولا يسفه آلامنا. وبالتأكيد أحمده على ما ذكرته أيتها النفس القاسية، بل أزيدك من ذكر نعمه الصحة الموفورة ويسر الحال. يتنهد مختار ثم يشعل غليونه ويرتدي نظارته ويعود إلى مطالعة الصحيفة من جديد. انتهى المشهد الأول من الفصل الأول.